السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، مرحبا بكم في قناه يونس مسلم. وسمحوا لي تعطلت عليكم بزاف، ماشي لخاطري، كان عندي ظروف، هذاك الشيء علاش. ولكن انا معكم من جديد ان شاء الله. ما كاين غير الوصفات المجانيه وغادي نفيدكم باذن الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا عصير. هذا العصير هذا خاص للرجال، عصير خاص للرجال. تنهضر مع الرجال اللي مجوجه، يعني الرجال المتزوجين. عصير غادي يفيدك ان شاء الله. عصير بالاعشاب، عصير بالاعشاب. وهاد الوصفه هذه ما يعطيها لك لا عشاب لا عطار. هاد الوصفه هذه ما يعطيها لك لا عشاب لا عطار، لان كنت عارفوا المنافع والقوه اللي تعطيكم هاد الوصفه هذه. كلكم غادي تجربوها، وانا كنتمنى كاع اللي شاف هذا الفيديو هذا يجرب هذه الوصفه هذه، وغادي ان شاء الله غادي تشكرني بزاف. عندنا الوصفه وغادي نقول لكم المقادير. الوصفه، الفوائد ديالها، الفوائد ديال الوصفه العصير اللي غادي نقدموا اليوم ان شاء الله. يعني بالنسبه للرجال اللي عندهم الفشل، عنده الارتخاء، الكانه ما كايناش، يعني الماتيريال ملي كتبغي تقضي الغرض، الماتيريال عندك، يعني ماتيريال مرخي رطب، راه الا ما كانش قاصح راه ما كاينه معنا. ولكن اليوم ان شاء الله بهذه الوصفه هذه اللي غادي نقدم لكم اليوم ان شاء الله، واعره بالتجريب. واللي جربها وما خدماتش ليه، هذيك الساعه غادي نعطيك حل اخر. المهم تبعوا معايا الوصفه. الوصفه سهله. غادي نحتاجوا الحامض او الليمون. هذا كيتسمى المهم بالدارجه راه معروف هذا الحامض، يعني الدول العربيه كيسميوه الليمون. هانتوما هذا هو الشكل ديالو. هاد الحامضه هذه غادي نقشروها، يعني غادي نحيدوا ليها هاد القشره الفوقانيه على هاد الشكل هذا. كنقشروها على هاد الشكل كما تشاهدون. كنحيدوا لها القشره وهذاك اللب ديالها. غادي نوريكم كيفاش غادي نديروا ليه. واللي مازال ما اشتركش في قناه يونس مسلم، كنتمنى تشترك معايا في القناه وفعل زر الجرس باش توصل بالجديد ان شاء الله. كاينه الافاده، قناه يونس مسلم غادي تفيدكم ان شاء الله. يعني كاع اللي عنده شي مشكل ان شاء الله غيتحل باذن الله تعالى وبركاته. كنشدوها وكنقشروا على هذا الشكل هذا. كنجيبوا الخلاط الكهربائي وكنقطعوها قطع صغيره. غنقطعوها قطع صغيره على هذا الشكل. المهم غادي نقطعوا مرصويات صغار على هذا الشكل. ثم كما تلاحظون، وعندنا المكون السري، يعني جوج ديال الاعشاب غنديرهم مع الحامض. علاش اختارينا الحامض؟ لان الحامض كيقاوم العياء، يعني الا فيك العياء ما يبقاش فيك العياء، ولا ما عندكش الكانه حتى الكانه تولي عندك، يعني حتى الكانه غادي تولي عندك. خليكم معايا. ومازال واحد المكون اخر تا هو غنتكلموا عليه، تا هو غنديروه في العصير. غادي ناخذوا هذه القشره هذه هانتوما كما كتشوفوا، وغادي نحكوا واحد شويه، غنحكوا واحد شويه حتى هو. لان حتى القشره ديال الحامض حتى هي فيها الفوائد، حتى هي فيها الفوائد ديالها، وغادي تفيدكم ان شاء الله. غادي ناخذوا الكرافس هانتوما كما كتشوفوا، واحد 3 العريشات ولا 4 ديال الكرافس. حتى هما غادي نقطعوهم وغادي نديروهم في الخلاط الكهربائي. هادشي كلشي غيتقطع. دابا غادي نجيو للمكون الرئيسي اللي كيحفز الرغبه وكيقوي الماتيريال. يعني ماشي يبقاش عندك الماتيريال فاشل ولا رطب، يعني خصو يكون قاصح. هاد المكون هذا هو قعقله وسيبيسه. اللي ما كيعرفش قعقله وسيبيسه انا غادي نوريها لك دابا وتشوف الشكل ديالها كيفاش داير. هانتوما كما تلاحظون، عندنا هذه قعقله وهذه بسيبيسه، موجوده عند العطار، موجوده عند العشاب. كناخذوها وكنطحنوها حتى تولي بودره. هانتوما كما تلاحظون انا لا طحنتها دابا، كتولي بودره قعقله وبسيبيسه. وقبل ما نطحنوها ضروري كنقرملوها شويه فوق النار باش كتحمص، باش كيسهل علينا نطحنوها وتولي بودره. الا ما حمصتيهاش ما كتطحنش مزيان. المقدار اللي غادي نديرو هو غادي ناخذ
ملعقتين صغيرتين، يعني 2 معالق صغار. غناخدو 2 معالق صغار من المسحوق ديال قعقله وبسيبيسه. بسم الله. 1 2. اخر ما غادي نضيفوه لهذا العصير هذا هو الماء، لتر ونصف من الماء. افضل عصير القوه، الصلابه، المزاج. الا عندك المزاج سيء مبقاتش عندك الرغبه، مبقاتش عندك الكانه لا الهضره لا حتى شي حاجه، عندك الفشل، كتحس براسك التعب. يعني هذه الوصفه هذه مزيانه، مزيانه للتعب، مزيانه للفشل، مزيانه لكل شيء. تولي بخير ان شاء الله، وغادي تتبعها ان شاء الله وغتولي بخير. دابا هاد المكونات هادو غادي نطحنوهم في الخلاط الكهربائي. بسم الله. العصير ديالنا هو وجد. بسم الله. غادي نقوموا بالتصفيه ديالو، غادي نصفيوه. دابا نتوما كيما شفتوا طحنا حامضه، يعني حامضه كبيره. درنا يطرونس ديال الماء، ودرنا 2 معالق صغار ديال قعقله وبسيبيسه، ودرنا الكرافس، ماشي الزريعه، درنا الكرافس. اللي ما شافش الفيديو من الاول يعاود يتبع الفيديو من الاول حتى الاخر. وكنتمناو كلكم تشاركوا في القناه ودعموا القناه بلي لايك ديالكم باش نزيدوا نستمروا ان شاء الله ونقدموا المزيد من الوصفات. المهم كنصفيو هذا الشيء هذا. حنا عندنا الغرض بالماء ديال هذا العصير هذا. هذا التخت هذا صافي غادي نستغناو عليه. ها نتوما كيما كتشوفوا هذا التخت هذا غنستغناو عليه. وهذا الماء هذا اللي حصلنا عليه غادي نحاولوا نديروه في القنينه، يعني في القنينه ديال الماء تكون خاويه، غنديروا فيها هذا المشروب هذا اللي حصلنا عليه. بسم الله. عندي الدواز وعكست نديرو. المهم ما بغيتش باش نبقى غادي نتعطل بزاف. المهم العصير ديالنا ها هو، واخا رولنا كاع الدنيا العصير ديالنا ها هو. هذا الفيديو هذا راه زويون، بغيتكم تبارطاجيوه مع الناس اللي كتعرفوا، الاصدقاء ديالكم. والله العظيم هذا العصير هذا ديروه في الثلاجه، وفين ما تبغي تجامع انت والزوجه ديالك غتاخذ كاس منه قبل الجماع، كاس منه قبل الجماع بساعه ديال المكانه. غيعطيك ان شاء الله انتصاب قوي حديدي، وفي نفس الوقت غادي يحسن لك من المزاج ديالك، وحتى الا عندك المشكل ديال السرعه ان شاء الله ما يبقاش عندك. ولا تبعتي هذه الوصفه هذه لمده ديال شهر غادي تعالج شي عندك مشاكل في العروق مثلا، عندك مثلا مشاكل في الدوره الدمويه. هاد العشبه هذه ديال قعقله مع بسيبيسه كينشطوا الدوره الدمويه وكيحفزوا الرغبه، يعني تولي عندك الرغبه. وحتى الا عندك البروده مزيانه هاد الوصفه حتى البروده، يعني واخا هو عصير غيدار في الثلاجه بارد كومي مي غادي ديروا، لان فيه هاد الاعشاب هادو غادي يفيدوك. والحامض راه كيحسن من المزاج، وقد ما كان عندك المزاج مزيان كتكون علاقه ناجحه. وانا متاكد بان هاد المشروب هذا غادي يفيدكم كاملين باذن الله تعالى وبركاته. الا كان شي واحد عنده الضغط، يعني تيطلع عليه الضغط بزاف، من الاحسن ما يديرش هاد الوصفه هذه، تقدر تزيد تطلع عليه الضغط.
بالنسبه اللي ما عندوش الضغط ممكن يستعملها، وصفه راه فريده من نوعها وغادي تفيدكم ان شاء الله. واللي عنده شي مشاكل اخرى، يعني هاد الوصفه هذه ما غاديش تعالج لك مثلا المشاكل ديال العش ديال البرد القديم، او عندك شي بروده قديمه، او عندك شي ميكروب ولا شي حاجه، كاينه التركيبه الثنائيه الحمد لله حققت نجاح كبير، كلشي خدام عندي وكيشكروها بزاف. المهم اللي ما عنده حتى شي مشكل ودار هاد الوصفه هذه خدامه ليه، المفعول ديالها كما قلت لكم ساعه ديال المكانه قبل المعاشره، خدامه مزيان، غتعطيك ان شاء الله واحد الرغبه وواحد القوه، وغادي تشكروني كاملين كاع اللي غيجرب هاد الوصفه وغيداوم عليها، وغادي تتبعوها يعني يوميا لمده شهر، سواء درتي معاشره ولا ما درتيهاش. المهم عندك كاس في النهار. هاد القرعه ديرها في الثلاجه، ما تخسر ما حتى شي حاجه، ديرها في الثلاجه كل نهار شرب كاس، كل نهار شرب كاس منها، راه غادي تفيدك. فين ما تسالي عاود جددها، نفس المقادير نفس المكونات، واستعمل الوصفه وراه غادي تفكرني وغادي تنشط ان شاء الله وغادي تفرح. قلت لكم راه واخا يكون الانسان فاشل ما يبقاش عنده داك الفشل، غيولي مزيان، وحتى العيا ما يبقاش فيك العيا، راه مزيانه كتقاوم العيا. الوصفه التركيبه الثنائيه ها هي تكلمت عليها شحال من مره، التركيبه الثنائيه تكلمت عليها شحال من مره، فريده من نوعها. نخليكم الرقم ديال الواتساب اللي بغاها، مرحبا والف مرحبا، راه كتعالج جميع المشاكل باذن الله تعالى وبركاته، ما يبقى عندك حتى شي مشكل. تبع ان شاء الله المده ديال شهر الكريم والعشوب، الناس اللي خداو من عندي راه كيعرفوا واش كتسوى. المهم تبارك الله عليكم، وكنشكركم على المتابعه ديالكم، واللي مازال ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس، دعموا القناه بلي لايك ديالكم، بغيت لي لايك بزاف، قد ما كانوا لي لايك بزاف قد ما الفيديو غيشوفوه بزاف ديال الناس، قد ما انا غادي نزيد تشجعوني وما نبقاش نعكز، غادي نولي انا كل نهار ولا كل يومين ولا كل 3 ايام ندير لكم ضروري فيديو، ضروري ندير لكم فيديو ونقدم لكم نصائح ووصفات مجانيه. ملي ما كت القناه مهم راكم فهمتوني، يعني كيكون شويه ديال الكسل، دعموني تشجعوني، غادي نستمر وغادي نزيد نقدم لكم المزيد من الوصفات، وغادي ندخل لكم القلب ديالكم باذن الله تعالى وبركاته. المهم تهلاو ليا في راسكم، وشكرا على المتابعه، ومع السلامه.